السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لمنتخب مصر، الفوز الثاني على التوالي على منتخب سيراليون. يمكن بدأنا المباراة، طبعا عارفين إن الجيل الصناعي مش مريح قوي. يمكن بدأنا المباراة يعني أهو إلى حد ما، حتى الدقيقة 18 بهدف. أحرزنا هدف عن طريق تريزيجيه من 3 لمسات، صلاح لمصطفى لتريزيجيه اللي استلمها بصراحة بصدره وخد الراجل في ظهره وحط بطن رجله، ركنها عشان يحرز الهدف الأول. بس فرقة سيراليون فرقة يعني في حدود إمكانياتها، أنا شايفها فرقة كويسة. حتى بعد ما اتطرد منها لاعب، يمكن أي حد يقول لك هينهاروا ويشيلوا كتير. لا، فرقة متماسكة، فرقة عندها أكثر من لاعب مميزين. كواي يعني هيضايقوا أغلبية فرق المجموعة، أو هيبقى ليهم شكل في المجموعة. لكن الشوط الثاني برضو عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 62 أحرزنا هدف من تمريرة ثرو باس جميل، اسيست جميل من صلاح. حط بطن رجله، برضو الكرة عليت وسقطت في الجون عشان يبقى 2-0، ونقدر بخبراتنا ان احنا ايه نخلع ب3 نقاط كده، 6 نقاط العلامة الكاملة في مجموعة زي ما قلنا في المتناول. بس انا شايف المنتخب يعني مش بسيطني قوي بصراحة. يعني انا المنتخب احنا يعتبر مش هنقلل من ناس وهنقول ما بنلعبش حد، بس ما بنلعبش منتخبات عالية. يمكن المباراتين يعني الناس في المتناول. نتمنى ان شاء الله في الفترة الجاية، نتمنى ربنا يكرم المنتخب. وكويس ان احنا خدنا ال6 بونت، حاجة مهمة. وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي ويوفقهم في اللي جاي. واشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.